اسمي جاد أبو صالح، محافظة أسوان، مركز جراو، بنبان قبلي. اتصل علي واحد بالتلفون قال لي ابن أختك موجود في المستشفى خطر. اتجهت إلى مستشفى الصحة الوحدة الصحية بنبان بحري، ونقلوه من مستشفى بنبان إلى مستشفى أسوان التعليمي. وقامت مستشفى بنبان الوحدة الصحية بخياطة الولد المصاب، واتجهنا إلى أسوان حولونا بالإسعاف. فلم نلقى أي رعاية بهذا المستشفى، ورفضوا دخول الحالة إلى المستشفى. ومن هذا المستشفى دخلت مديرية الأمن، بعثوا لنا واحد أخذ أقواله شفعي كده، ونقلوه إلى المركز بندر أسوان يكملوا الاستكمال المحضر، ومنه إلى رجعنا بها البيت وغير أي رعاية بهذا المستشفى التعليمي. وبعد كده اتجهنا إلى بلدنا بنبان، والولد تعب معنا ثاني، ورحنا به مركز الشرطة دراو ودخلناه مستشفى دراو. رغم ذلك رفضوا دخول الحالة إلى مستشفى دراو. فنقلونا ثاني بوصاية من ضابط المباحث الضابط محمد منتصر رئيس المباحث بدخول المستشفى بعد ما كلم مدير المستشفى، واتحجزنا يومين. بعد كده نقلونا إلى أسوان ثاني لرعاية الولد. قالوا عايزين يعملوا ليه أشعة تلفزيونية والليزر ونقل دم. وبعد كده خرجونا من هذا المستشفى، والولد موجود بالبيت تعبان خالص وجثة هامدة. ونشكر رئيس مباحث دراو الضابط محمد منتصر الذي قام ولم يقصر فيه أي حق من حقوقه. وما فيش أي واحد من البلد، إحنا مسيحيين ولا أعضاء ولا عمد ولا مشايخ قاموا يعني يشوفوا الموضوع ذاتي ولا أي حاجة، ولا أي واحد يمشي ورانا. قالوا ديلا مسيحيين ولاجئين في البلد، وإحنا ما لناش أي حقوق. ونطلب من السيد المحافظ إنه يشوف لنا حقوقنا فين، والمسؤولين في البلد في المحافظة لرعاية حقوقنا. وإذا مش لنا حقوق يقولوا لنا أنتم مش لكم حقوق، مش لكم حقوق. ولحد الآن لم يجي أي شيخ بلد ولا عمدة لنا في البيت ولا أي حاجة يعني يمشوا في الموضوع. حد راح معاكم أول يوم؟ لا، ما فيش ولا حد، ولا واحد مشى معنا. والمحليات كلها تبعهم هم، والمستشفى اللي هم مصايد فيها، وكل الناس مشوا معاهم هم، واحنا ما حدش يمشي معاهم. والولد اللي ضارب لحد الآن يعني ما تمسكش. في البلد موجود؟ في البلد موجود، وبيمشي قدام بيوتنا برضه برمي الكلام علينا، برمي الكلام ويجيب مشاكل وسط المسيحيين والمسلمين، ومتهانين في البلد خالص، وما لناش أي حق تقول لنا. مضطهدين في البلد؟ مضطهدين ومش واخدين أي حق كمسيحيين، ما لناش أي حقوق. خالص. قبل كده حاجات زي كده فعلا؟ حصلت مع ابن أختي، مع أبوه للولد، مع أبو الولد كرم أحمد محمود، وخلصنا المشكلة وصلحناه، وضغطنا على ابن أختي وأبوه إنه يصلح معاه. أي مشاكل بينهم؟ لا، ولا أي مشاكل. والناس قالوا إحنا مختصرين منهم خالص، وهم اللي بيقولوا إحنا سياد البلد وأكبر عيلة في البلد. الناس دي مشهورين بالمشاكل؟ كلها مشاكل. العيلة دي مشاكل في البلد كثيرة معهم. هم عارفين كده ناس البلد؟ عارفين وما فيش حد بيدينا احنا حق. اتخانقوا مع المسلمين ولا مسلمين بس؟ اتخانقوا مع كل الناس، مسيحيين ومسلمين. احنا بس طالبين من المسؤول انه يهتموا بينا كمسيحيين في البلد، ويشوفوا لنا حقنا، يشوفوا لنا حقوقنا، عشان يقولوا لنا انتم ما لكمش حقوق مع كل الناس. اول ما تحصل مشكله زي كده ما لكمش حقوق. احنا نطلب من المسؤولين انه يجيبوا لنا حقوقنا اذا كان لنا حق في البلد او ما لناش، ونشكرهم جميعا احنا.